اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. يا من تريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الرضا على قلوبكم يا رب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مرة بتشوفوني، يعني اسمي ام هنا ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، واتمنى يعني تحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم عشان بيرفع من الفيديو جدا، فضلا وليس امرا. ولو مش مفعلة زر الجرس فعليه على الكل. شكرا جدا من كل قلبي ليكم على تفاعلكم على الفيديوهات. شكرا قوي. بصوا بقى النهارده يعني روتين يومي كده اللي هو بعد بقى ما شلت الشقه. وطبعا انا مش يعني احنا مش هنعدي يوم اكيد من غير اكل، فاحنا لازم احنا لازم نعمل اكل. معلش سامحوني بس على صوتي كده عشان انا بس عندي برد شويه. المهم صلوا على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. نبتدي بقى يومنا أول ما قمت كده نزلت السوق، رحت جبت طلباتي، وديت يعني ولادي الحضانة وكده وانا جاية جبت الطلبات وجبت كل حاجة يعني من السوق. المهم وجيت، فانا قلت انا ما كنتش عارفة من بالليل بصراحة احنا هناكل يعني ما كنتش عارفة اعمل غدا فانا بنتي كنت بوديها الدرس وكده، فقالت لي يا ماما اعملي لنا كفته. المهم قلت لها خلاص مش هي كانت نفسها فيها بقى لنا يجي. بصوا يعني يجي سنه كده اصلا ما كناهيش. اللي قدامكم دي كانت دي كفته برز. الكفته ام الرز دي، بصوا هنحط ربع كيلو يعني كوبايه ونص رز، على 3 حزم خضره اللي هي 2 كزبره وواحده شبت، وهنحط مثلا فصين توم وقرن فلفل رومي، وهنحط التوابل بتاعتنا كلها. كل دي في قلب العلبة مثلا اللي احنا هنعملها فيها دي كفتة الرز. لو انت بتعمليها عند جزار، لو انت بقى بتعمليها في بيتك برضو هتحطي نفس المقادير دي في قلب الكبة. ومعاهم نص كيلو لحمة مفرومة، يعني هنحط كوباية ونص رز على نص كيلو لحمة مفرومة، و3 حزم خضرة، وفصين توم وقرن فلفل والملح والفلفل الأسمر وشوية شطة وكزبرة ناشفة وشوية كمون، يعني كده نص معلقة من كل من كل حاجة كده، عشان الكفتة دي بتحب التوابل الكتير، بتحسها بتديها ريحة. تمام. المهم انا قلت هعمل الصلصة الاول بتاعة بتاعة الكفتة. اهم حاجة عقبال ما تتسبك يكون يكون انا صبعت الكفته وعملت الرز والكلام ده كله، عشان بس الصلصه بتاخد وقت على النار. المهم انا اول ما قمت يعني اول ما جيت من السوق خلصت ترويق شقتي، وكان عندي شويه مواعين غسلتهم وولادي جم. المهم رحت كان في عندي شويه يعني مثلا دورتين غسيل كده، قلت انشرهم الاول. نشرت دورتين غسيل. عقبال ما خلصت ده كله وجيت انشر غسيل كانت اصلا كانت المغرب بتدن عليا، يعني هو اصلا اليوم ما بقاش فيه حاجه والله. المهم خلصت ورحت قلت هنشر غسيل الاول عشان اقفل الشقه، وهدخل بقى المطبخ اعمل اكل. اصل انا بحب بصراحه لما بدخل المطبخ بحب الشقه كلها عندي تكون رايقه وطافيه الانوار بتاعتها، مخليها انوار هاديه كده، وادخل بقى اعمل الاكل في المطبخ. برضو بحبه نضيف يعني اللي هو انا مش عايزه اقف في حته اصلا المطبخ ما فيهوش مواعين، الشقه مش متروقه، لا انا بعمل اول حاجه حاجتي الاول، يعني بروق الشقه وبغسل المواعين وبخلص كل حاجه، بشطب يعني وبنشر غسيل كمان لو عندي، وبعد كده بدخل على المطبخ.
تمام. فانا جيت هنا اسبك للصلصه بتاعه الكفته. الصلصه بتاعه الكفته بقى اللي عايز يسبك لها بتوم ماشي، بس هي اصلا مش بيتسبك لها بتوم. احنا يعني انا حطيت بصلايه زي انتوا ما شفتوا كده في اول الفيديو، بصلايه واحده. ده كان مثلا ايه، ده كان كيلو الا ربع قوطه كده، طماطم يعني. إيه، حطيتها عصرتها وصفيتها وحطيتها. تمام. بصوا بقى التوابل عندي، سبت البصله تتحمر في قلب الزيت شويه، لما خدت اللون اللي انتوا شفتوه ورحت رمي عليها الايه، الطماطم اللي انا عصرتها. بص دي بقى كانت ايه، كان عندي نص معلقه بابريكا، نص معلقه كمون ناعم، نص معلقه كزبره، نص معلقه لو عايزه تحطي شطه براحتك اللي انت عايزاه برضو، نص معلقه فلفل اسمر، والملح. واهم حاجه شويه السكر، يعني احنا اهم حاجه ايه، نص معلقه السكر، نص معلقه صغيره كده. فاول ما ترمي القوطه ارمي نص معلقه السكر على طول، عشان دي بتضيع الحموضه اصلا. عشان احنا في الحر الطماطم ما تحميش على قلبك ولا التسبيكه تحمي على قلبك، بحيث ان احنا ايه، لا احنا بنمنع الحموضه دي بنص معلقه الايه السكر. منها بتسكر الاكل تسكيره خفيفه كده اللي هو بتديكي طعم حلو، وبتمنع برضو الحموضه. بس المهم انا حطيتها ايه على العين اللي جوه شويه عشان ايه عاليه، وقلت ايه هعمل الرز بالمره عقبال الرز ما يستوي معايا، يكون انا عملت ايه، يكون انا عملت الكفته. هي بنتي كانت واقفه قدام على المطبخ، كانت ايه بتعملها لي بصراحه، بس انا ايه هخلص واروح اساعدها. بصوا معلش سامحوني في لقطات مش هعرف اصورها جدا، لاني عندي المطبخ الشفاط بتاعه يعني ايه هو عطلون، إيه او مش شغال يعني، فالمطبخ بيبقى سخن جدا جدا، يعني ربنا اللي يعلم والله بيبقى سخن ازاي. المهم فالتليفون ما بيستحملش ايه ان هو يصور كتير كده، على درجة الحرارة دي بتبقى عالية قوي قوي، فالتليفون بيسخن اصلا فبيفصل ان هو ايه بيفصل تصوير. تمام. المهم حطيت الرز على الطبق الاخضر. بصوا مع هي اللي في الطبق الاخضر دو، يعني هي دي مش حاجه، ده كانت قشره ايه، قشره بصلايه يعني، مش حاجه كانت، بس ايه لازقه في الطبق بتاعته من تحت وانا ايه ما شفتهاش. دي كانت قشره بصلايه عادي. المهم حطيت ايه، حطيت معلقتين يعني معلقتين ملح كده صغيرين، ونص معلقه، ربع معلقه مش نص، ربع معلقه فلفل اسود، بس ما جاتش برضه في التصوير عشان خاطر لما قلت لكم التليفون سخن وهو على الايه وانا بصور بيه. المهم ربع معلقه فلفل اسود، وحطيت ايه، وحطيت الميه وخلاص سبته بقى على النار، لما بيتشرب بوطي عليه عشان ما يتعجنش مني. المهم رحت بقى ايه، طبعا احنا الكفته احنا بنعمل معاها بطاطس، انتي مش عايزه تحطي معاها بطاطس دي براحتك، بس احنا بنعمل معاها كده بصراحه. برضو مقادير الكفته قلتها لكم في ايه في اول الفيديو، لو انتي متابعاني من اول فيديو، لو انتي بتتفرجي عليا هتعرفوا المقادير بتاعه الكفته. طعمها حلو جدا جدا والاطفال بيحبوها جدا، وهي حلوه مفيده، فيها خضره وفيها لحمه وفيها رز، يعني هي حلوه مش وحشه، وطعمها وريحتها تحفه والله العظيم. المهم انا ايه جبت، ده كان اللي معايا كان نص كيلو بطاطس. إيه رحت قطعته، قلت ايه هعمل معاها اللي احنا بنحب معاها البطاطس دي. بس إيه المهم لو بتتابعيني لغايه هنا او بتشوفيني لغايه هنا، اتمنى تحطي لي لايك وتعملي لي اشتراك في القناه فضلا وليس امر. بس فالمهم قلت ايه هقطعهم وهروح بقى إيه طبعا البطاطس اللي قدامنا دي مش بتتحط مع الكفته، لا لان البطاطس بتاخد سوا، الكفته بتتحمر الاول. فانا هقطعها اهو، قلت بنتي عقبال ما ايه ما تصبعي الكفته هقطع البطاطس وهغسلها كويس، وهقوم حطاها على الايه، على الصلصه هتغلي غلوتين كده، وهقوم بقى ايه اكون حمرت الكفته بصوا انتوا هتشوفوا معايا ايه خطوه بخطوه، بس تابعوني يعني خليكم معايا الايه لاخر الفيديو. بصوا اصلا هي في اخر الفيديو شكلها هيبقى حلو قوي قوي والله العظيم، كانت ريحتها جميله وشكلها اجمل بصراحه، ولا كانت طعم الكفته كانت حلوه قوي. بصوا البطاطس انا بقطعها مكعبات ازاي. المهم انا قلت ايه عقبال الصلصه ما تتسبك شويه اروح اساعد ايه، ما تتقل يعني الصلصه شويه معايا اروح اساعد مين هنا. المهم الطبق اللي قدامنا الصغير ده كان فيه ايه شويه زيت. إيه انا لما انا في اول الفيديو خالص وانا بوريكم الكفته، لما كنت بشرح لكم بقول لكم انا عامله ايه وجايبه ايه وكده، بوريكم ايدي، يعني معنى كده ان انا حاطه الكفته في التلاجة مش بتلزق في ايدي، فاهميني.
الكفتة لو انتي مثلا جايباه من عند الجزار سخنة قوي لازم تتحط في التلاجة، لازم عشان ما تلزقش في ايدك وما تفكش في قلب التحمير، يعني في قلب الطاسة وانتي بتحمري. طول ما انتي حطاها في التلاجة هي كده ناجحة. حطيها في التلاجة يا ستي نص ساعة مثلا ساعة على حسب، هي بس تمسك وبعد كده تقومي مطلعاها مصبعاها. ده برضو من نجاح الايه، الكفتة. على فكرة هي طعمها حلو جدا للي ما يعرفهاش، وريحتها احلى كمان. بصوا بقى هنا بنتي ايه، بنتي بتحبها كور كده زي انتم ما شايفين. المهم فاحنا قلنا ايه، هنخلص مع بعضينا وهندخل، وهدخل احمرها. بس انا كنت سايبه الصلصه تتسبك شويه. المهم هي كان لونها حلو قوي قوي بصراحه، الطماطم كانت حمرا، وانا كمان حطيت لها نص معلقه بابريكا، فدي خلت لون الصلصه جميل بصراحه. طبعا واقفين انا وهي بنتكلم بقى مع بعضينا، وهي يا عيني حرانه جدا وانا حرانه كمان جدا. بصوا بصراحة الروتينات دي بتبقى في الصيف، يعني ربنا اللي يعلم بالواحد وهو بيصورها. ان انتي مثلا بتبقي لابسة اسدال او عباية بيت، وبتبقي الجو بيبقى حر او بالذات في المطبخ. بصوا انا هنا حطيت الايه، حطيت البطاطس. قلت يعني هقلبها. شوف انا شفتوا الخطوة دي، محدش يقول لي صلصة كتير، لا ده لسه احنا هنحمر اصلا الكفتة وهنحطها. يعني هي الصلصة دي للكفتة وللبطاطس مش للبطاطس بس. هحط لها بقى ايه كوبايه ونص ميه كده، وهسيبها على نار واطيه. عليا مش مشكله، بس يعني خلي عينك معاها، يعني اهم حاجه طول ما عينك معاها ما تخافيش عليها. عينك وايدك، يعني افضلي مثلا ايه افتحي الغطا وقلبيها عشان برضو ما ايه ما تشتش منك. ما اصل حرام يعني الحاجه غاليه، فاحنا مش هنسيبها ان هي ايه تشيط مننا او يجرى لها حاجه. المهم ايه فجبت الطاسه وقلت ايه، ورحت جايبه الكفته اللي احنا صبعناها هنا، يعني مثلا ايه نص الكفته كده يعني. وقلت ايه، وقلت احمرهم. ماشي. فطبعا انا مش هامله الطاسه على اخرها يعني. فانا هي ما شاء الله هي ما بتاخدش اصلا سوا خالص، يعني هي بصوا ما شاء الله 5 دقايق وتلاقيها احمرت خالص، تقومي مقلباها ومطلعها. هي ما بتاخدش سوا. طبعا انا كنت عايزه احط في الطاسه اكتر من كده بس ما عرفتش. انا بصراحه كنت عايزه ايه انجز عشان خاطر الجو حر جدا وكنت عايزه اخرج من المطبخ، يعني اخلص واخرج. بس والله خلصت بسرعة، يعني الأكل ما خدش معايا ايه وقت. المهم هنا معلش عشان كان برضو التليفون سخن فما عرفتش ايه اصور لكم بيه، يعني ايه باقي الكفتة وكده هي بتتحمر. انا حمرت الكفتة هنا وكنت رميتها على الايه، البطاطس كانت بقى ايه دخلت على، يعني هي خدت غلوتين كده بس خفيفة، ورحت رامية الكفتة عليها. كده رميت الكفتة عليها بحيث ان هم ياخدوا غلوة مع بعضيهم، وهطفي بقى عليها النار، مش هتاخد اكتر من كده. دي الكفتة اللي فاضت، فانا قلت ايه هحطها في التلاجة. ولادي بيحبوا ياكلوها ايه متحمرة كده. فانا طبعا كنت هغرف الاكل، فانا قلت لا مش هحمرها لهم دلوقتي، خليهم ياكلوا من اللي هي بالصلصه دي. وايه وبالليل كده هم قاعدين احنا بنحب نتسلى بيها، يعني بسيب نصها في الصلصه ونصها في الايه في التحمير، هي بتبقى متحمره حلوه قوي. بصوا الرز عامل ازاي ولونه عامل ازاي. الرز بقى يا جماعه بصوا انا بحط ايه، ربع كيلو شعريه على نص كيلو رز، يعني كوبايه شعريه على كوبايتين رز، كوبايه شعريه على كوبايتين رز. انا مش بزود اكتر من كده. انا عارفه دي مقادير، لا بيبقى كتير ولا بيبقى قليل الشعري، بيبقى شكله زي انتم ما شايفين. ودي الكفته لما غرفتها بصوا كان طعمها والله العظيم جميل. قوليلي تسلم ايدك بقى يا ام هنا، وشكرا على الروتين ده. انا والله العظيم ربنا اللي يعلم انا بصور لكم الجو حر ازاي، بس يعني ايه بحب ابقى معاكم يوم بيوم. يلا يا حبايب قلبي، اتمنى تشتركوا في القناه. مع السلامه.